بما أنه بلشت فترة أعياد الميلاد ونحن مواليد التسعينات علقانين بهديك الفترة، جايب لكم اليوم 6 أفلام بتذكرنا بالأفلام الحلوة اللي كنا نشوفها وقت كنا صغار. رجل ثلج بيتحول لإنسان حقيقي، فيلم هات فروستي. بعد ما كانت يائسة من كل الرجال بتروح كيسي على المطعم تبعها وبتبلش شغل وبتكون على طول مكتئب. هي وطالعة بتلاقي رجل ثلج منحوت بشكل جدا احترافي على شكل إنسان حقيقي، بتقعد بتحكي معه وبعدين بتقيم الشال تبعه وبتحطه على رقبة رجل الثلج هذا. ولأجل الصدفة بيطلع هذا الشال عنده قوة سحرية، هو إنه بيحول الأشياء الجامدة لأشياء حقيقية، وبيخلي رجل الثلج هذا يصير إنسان حقيقي واسمه جاك. بيصير يساعدها لتلاقي معنى الحب الحقيقي ومعنى الحياة. بنت صغيرة بتكتشف انه بتقدر تشوف الاصدقاء الخياليين تبعت الاطفال. فيلم اف بيها بنت صغيرة عمرها 12 سنة خسرت امها وابوها قاعد عم يتعالج بالمستشفى، فبسبب انه ما حدا بيكون موجود انه يدير باله عليها بتنتقل لعند جدتها. بتصير تسمع اصوات وبتشوف كائنات غريبة، تطلع وبتفوت على هي الشقة وبتلاقي عالم مليء بالشخصيات الغريبة والشخصيات الخيالية اللي تخلت عنها الاطفال بعد ما كبروا ونسيوها. بتكلف فيها حالها بمهمة انه توزع هدول الشخصيات الخيالية والشخصيات الكرتونية المحبوبة على الاطفال الوحيدين. بس بتكتشف كتير شغلات غريبة وعجيبة، وانه الصديق الخيالي ما لازم يكون بس للأطفال، لا حتى بيقدر يكون للجد، بيقدر يكون للجار، بيقدر يكون للشخص اللي عم يدور على عمل، ويكون لأي شخص يقدر يشجعه ويخليه يتغلب على مخاوفه. فيلم كتير حلو، ريان رونالدز أبدع كالعادة بأفلامه. فيلم في كمية حنان وكوميديا ومشاعر مو طبيعية، بنصحكم تشوفوه بالسهرة مع أولادكم. بنت بترجع بالزمن 20 سنة لحتى تنقذ أختها المقتولة. فيلم تايم كات. لوسي هي طالبة بالثانوية وعندها شغف كتير بالتكنولوجيا والاختراعات. بيوم من الأيام هي عم تدور بأغراض جدة بتلاقي آلة بتمكنها بالعودة بالزمن، فبتقرر إنه تجرب هي الآلة وبترجع 20 سنة لورا. بهي السنة انقتلت أختها الكبيرة إيما، سجلت الحادثة ضد مجهول وما قدروا يعرفوا مين هو الشخص اللي قتل. لوسي بتحس إنه عندها فرصة نادرة لحتى تقدر تعرف مين القاتل ولحتى تقدر تصحح أخطاء الماضي، أو أقل شيء تقدر تنبه أختها قبل ما تنقتل. بتبدأ بالتحقيق ومحاولة معرفة مين هو الشخص اللي قتل أختها، فبتلاقي حالها بدوامة كبيرة وبسلسلة كبيرة من المغامرات والتشويق والأحداث اللي ما كانت حاسبة لها حساب. الفيلم خيال علمي وتشويق وبيجمع بين الإثارة والتحدي. بفيق بلاقي حاله مدفون جوا تابوت هو وعايش. فيلم بيرد. شوفير شاحنة اسمه بول بيشتغل بالعراق، بيجموا مسلحين على شاحنته وبيخطفوه وبيدفنوه هو وعايش. بفيق بلاقي حاله مدفون وما معه إلا قداحة وقلم وتليفون، بيشغل القداحة ليعرف وين هو. بعدين بيجرب إنه يتصل بقرايبينه وبيتصل بالسفارة لحتى يجوا يساعدوه، بس ما بيلقط التليفون لأنه ما في شبكة. طريقة ما بيقدروا العصابة إنه يتواصلوا معه وبيطلبوا منه 5 ملايين فدية لحتى يطلعوه من السجن اللي هو. فيلم فيه كمية توتر وحماس مو طبيعية، وما بنصح الأشخاص اللي عندهم فوبيا من الأماكن المغلقة إنه يتفرجوا عليه. تعرفوا مقولة بيخلق من الشبه 40؟ فيلم ذا برنسس سويتش. بنتين بيجتمعوا بالصدفة وبيكتشفوا انه في بيناتهم شبه مو طبيعي، بس الاختلاف الوحيد اللي بيكون بيناتهم انه واحدة اميرة وواحدة بتكون خبازة من عامة الشعب. بيقرروا هدول البنتين انه يتبادلوا الادوار وكل واحدة تعيش شخصية الثانية. كل واحدة منهم بتواجه تحديات كبيرة وبيقدروا يعرفوا حقيقة الناس اللي حواليهم. فيلم خيال علمي وكوميديا ورومانسي، ومناسب انكم تشوفوه مع اطفالكم، وفي كمية حماس وكمية كوميديا ومشاعر كتير حلوة وبيخلي الاطفال سعيدين. 2 اخوات مالين بيحاولوا انه يصوروا سانتا كلوز. فيلم كريسمس كرونيكلز. اخوين بيحاولوا يصوروا بابا نويل او سانتا كلوز هو عم يوزع الهدايا ليلة عيد الميلاد، بس بيفشلوا، بيلاقوا حالهم بمغامرة مو عادية ابدا مع سانتا كلوز الحقيقي. طريقة ما بيدمروا له العرباية تبعه بيحاولوا انه يصلحوا له اياها، وبيشتغلوا هن وياه لحتى يلموا الهدايا المفقودة. الثلاثة بيمروا بتحديات مو طبيعية وبيواجهوا مغامرات مو عادية ابدا، وبيكتشفوا شغلات ما كانوا يعرفوها عن اعياد الميلاد وعن سانتا كلوز. فيلم عائلي وخيال علمي وكتير حلو، بنصحكم انكم تشوفوا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا انكم تتابعونا وتطلبوا منا افلام جديدة. سلام.